السلام عليكم. قبل بداية الفيديو لا تنسى تشترك بالقناة وتفعل جرس التنبيهات وتخلي إشعارات على الكل حتى يوصلك أي شيء جديد. شكرا من القلب على كل دعم رهيب اللي تقدموه القناة. يا أجمل المتابعين يا أحلى مميزين، خلينا نبلش بحلقة اليوم. طبعا بعد علاء الإبراهيمي اللي يشتغل مراسل في برنامج ولاية بطيخ اللي اعلن انسحابه، يجي اليوم الدور على الأكثر كوميديا والأكثر نجاحا حسب رأيي الفنان أمير عبد الحسين. ينزل مقطع فيديو قبل ساعة تقريبا كلش غريب، وهو أنه يعلن أيضا انسحابه بسبب خلافات فنية تصير بين النجوم حسب ما وضح بالفيديو اللي راح تسمعوه. هل هذا الشيء صحيح أم مقلب بالمشاهدين أم هي تشويقة للحلقة القادمة حتى تكون مشاهدة، لكن هو البرنامج اوريدي عليه مشاهدات عالية. ننتظر الأيام الجاية نشوف شنو ضامت لنا وهل هذا الشيء من نوع التغيير. خلينا نشوف شنو اللي دا يصير، فخلينا نسمع كلام أمير. مرحبا أصدقائي جمهوري، حبيت اليوم أحكي لكم بموضوع بشكل جاد، بما أنه أنتم تعودتوا عليه دائما برنامج ولاية بطيخ كوميدي. فاليوم راح نحكي بشكل جاد، وحبيت أنتم أول الناس تعرفون بالموضوع لأن أنتم اللي دعمتوني من بداية مشواري ولحد الآن. أنا أعلن انسحابي من شركة ولاية بطيخ وبرنامج ولاية بطيخ بشكل عام، وماكو أي مشكلة شخصية، خلافات فنية تصير بكل العالم، وأتمنى التوفيق لأخوتي وأصدقائي وأتمنى لهم النجاح دائما، وأكيد راح أكون دائما متابعهم لأن احنا نجحنا سوا وكلهم أخوتي وأصدقائي وموت عليهم. أتمنى لهم التوفيق وانتظروني بأعمال جديدة وبشكل مختلف. أخوكم الصغير أمير عبد الحسين.